No. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كله اخد الاجازة وارتاح من الامتحانات ودوشة الامتحانات، وكله تمام بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. طبعا كله ارتاح الا الام او الست المصرية، مستحيل ان هي تقدر ترتاح من شغل البيت والمطبخ بالذات. لازم ولا بد دخول الست في المطبخ، وفي عز الحر ده دخول الست في المطبخ بيكون حاجة صعبة جدا ومرهقة. فما بنحبش ان احنا نقف مدة طويلة في المطبخ نعمل الاكلة بتاعتنا، ولكن لابد من وجودنا في المطبخ، فلازم نعمل اكلة مشبعة وكمان سهلة وسريعة وما تاخدش منا وقت طويل في وقفتنا في المطبخ في عز الحر ده. النهاردة هنعمل مع بعض طاسة السجق، حاجة كده حرشة مش هتاخد منا اكتر من 10 دقايق في المطبخ، وكمان هتكون مشبعة. ممكن ان انت تعمليها جنبها شوية مكرونة او تاكليها بالعيش. ممكن كمان تضيفي عليها شوية جبنة وتدخليها في الفرن تاخد وش متحمر كده وسايحة على حسب رغبتك. اهم حاجة في وصفتنا السجق. السجق لازم يكون سجق بلدي جاي من جزار، يعني يكون نظيف، تتبيلته تكون كويسة علشان بتفرق جدا جدا في الطعم. مكوناتنا هي بصلتين كبار مقطعينهم جوانح، قرنين او 3 فلفل اخضر، وكمان ينفع ان احنا نضيف فلفل سبايسي على حسب رغبتك او على حسب حب افراد الاسرة. هنقطع كمان معاهم حبيتين او 3 حبايات من الطماطم، هنقطعهم تقطيع زي تقطيع السلطة بالظبط. معلقة صغيرة من الثوم المفروم او المهروس. هي دي بس المكونات اللي احنا هنستخدمها في وصفتنا النهاردة. كمان معايا نص كيلو من السجق. انا فضلت ان انا اقطعه وبعدين ارجع اقطعه قطع يعني متوسطة الى حد ما هياش صغيرة قوي ولا كمان كبيرة قوي. ممكن انت على حسب رغبتك، زي ما انا قلت ان انت ممكن تضيفيها كاملة او تفرميها، مفيش ابدا اي مشاكل. في ناس كتيرة جدا بتحبها مفرومة. طاسة سخنة ننزل فيها بمعلقة صغيرة من الزيت، منكترش زيت لان السجق فيه نسبة كويسة من الزيت. بنزل بالسجق واحاول ان انا اقلبه بشويش علشان ما يتهريش مني. اول ما احس ان السجق اتشمع معايا بنزل بمعلقة الثوم واقلبه في كل الاتجاهات، وبعد كده هبدأ ان انا اخرجه. هنخرج السجق بشويش جدا علشان طبعا ده جواه لحمة مفرومة، ما تتهريش مني. في نفس الطاسة ما بنزودش الزيت ولا اي حاجة، في نفس الطاسة بضيف البصل، واحاول البصل يكون يدبل بس معايا، ما ياخدش اللون الاصفر وكمان ما يتكرملش معايا. اول ما بيدبل البصل معايا بنزل على طول بالفلفل، واحاول كده والبصل والفلفل ان انا اهريهم بالمعلقة الخشب شوية. اول كمان ما الفلفل معايا يبدأ ان هو يدبل بنزل بالطماطم، وكمان بحاول ان انا اهري الطماطم بالمعلقة الخشب اللي معايا علشان يكون المكونات ناعمة معايا وتتسبك بسهولة. طبعا كل ده بحطه على نار متوسطة، مش نار عالية. هنزل بالسجق واحاول ان انا اقلبه علشان يتشرب من كل المكونات دي، فهقلبه بالراحه. لو عايزين السجق يكون كده نعرف ان احنا نغمس منه، بضيف نص كوبايه من الميه، واحاول ان انا اظبط الملح بتاعه والفلفل الاسمر. يعني بندوق الاول وبعد كده بنضيف الملح والفلفل الاسمر لان السجق بيكون متملح طبيعي. هنغطيه ونسيبه يدوب 5 دقايق مش اكتر، وهنخرجه وهتاكلوا احسن سجق وحرفيا بالهنا والشفا. ممكن تاكلوه بالعيش سندوتشات، كمان ممكن تاكلوا جنبه مكرونة. فحرفيا احسن وصفة واسهل وصفة وسريعة جدا. شكرا.